السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا اسفه جدا اولا عن صوتي عشان عندي شويه برد. دعواتكم بقى. وباذن الله الفيديو بسيط وسهل جدا، مش هنحتاج ان احنا نتكلم فيه كتير ومش محتاج توضيح كتير. هنعمل مع بعض النهارده من قناه اكلات فريده وصفه سهله ومميزه وجديده جدا جدا. هنعمل طاجن المكرونه باللحمه المفرومه، بس المكرونه مش المسلوقه المره دي، مكرونه محمره. اعتقد ناس كتير مش عارفين الوصفه دي، بس بجد من اطعم ومن اسهل ما يكون. كله في طاجن واحد من غير مواعين كتير، وسهله واقتصاديه جدا جدا جدا. بربع كيلو لحمه ممكن تعمليها. وعملت جنبها كمان كروات من اللحمه المفرومه كده، تحفه جدا جدا. يلا بقى كل المكونات وكل المقادير وازاي نعملها بتطلع حلوه معانا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض. عندي كده في حله على النار هبدا احمر المكرونه زي ما كلنا عارفين بطريقه بسيطه وعاديه جدا. وطبعا كل ما تكون مكرونه صغيره افضل كتير. في نفس التوقيت على عين تانية هجيب كده عشان ابدا مع بعض نعمل التعصيجه بتاعه اللحمه عشان كله يخلص مع بعض. اول ما اللحمه المكرونه عندي تاخد لون كده ذهبي، ابدا احط فوقيها على طول معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم بالشكل ده. وايدي تستمر في التقليب عشان المكرونه دي بتحمر بسرعه جدا جدا، وما تحرقش معاكي ولا لونها يغمق زياده عن اللزوم. اللحمه عندي طبعا حطيت حته زبده وعليهم شويه زيت، واول ما كده مساحت معايا نزلت باللحمه. ويفضل تحط اللحمه اول حاجه قبل البصل عشان خاطر كده تبدا تدي نص سوا معاكي. وما تحطيش توابل الا في الاخر خالص عشان ما تتكتلش منك. هنزل ببصلايه كده متوسطه مفرومه، وهنزل فوق اللحمه المفرومه. وبعد كده كمان فصين من الثوم المهروس، وافضل اقلب كويس جدا مع بعض. وفي نفس الوقت المكرونه معايا على النار وايدي فيها برضو. بعد شويه بعد تقلبتين كده هنزل بمعلقه كبيره او بما يعادل يعني نص كوبايه كده من الفلفل المكعبات الاخضر، وكمان طماطمايه مخليه القشر متقطعه مكعبات. هقلب كويس وبعدين احط التوابل اللي عندي، عباره بس عن ملح وفلفل اسود وكمون. مش هكتر عن كده عشان طعم اللحمه المفرومه يكون غني وواضح معايا بالشكل ده كده. وهقلب كويس جدا جدا، ما حطيتش التوابل اللي في الاخر خالص علشان تبقى مخرزه وحلوه معايا كده، ما تكونش متكتله معايا اللحمه. بصوا ما شاء الله اللحمه مش كتير خالص، بربع كيلو ممكن تعملي الوصفه دي، بجد اقتصاديه وطعمها لذيذ جدا جدا جدا. هقلب كويس بقى لحد ما احس ان هي دخلت في السوا بالشكل ده كده. طبعا انا مهديها في الوقت ده على المكرونه جدا جدا عشان ما تاخدش لون معايا. انا لما اديت لها معلقه بتاعت معجون الطماطم هدى الحراره عليها شويه، وبقت كمان خلصت تحمير. هنزل بمعلقه صغيره مليانه من معجون صلصه الطماطم فوق اللحمه المفرومه بالشكل ده، وهقلب كويس جدا لحد ما تدوب معايا في وسط المكونات اللي عندي. كده المكرونه خلاص طفيت عليها. بصوا اتغطت واتغلفت كده بصلصه اللي انا حطيتها، وقلبت كويس قوي قوي. وبعد كده بقى هجيب الطاجن وهبدا ادهنه زبده من تحت عشان ما يلزقش معايا، واقلب فيه المكرونه اللي انا حمرتها بالشكل ده كده، واوزعها كويس وافردها في الطاجن عندي بالطريقه دي. بجد وصفه جديده جدا جدا ومختلفه وحلوه قوي. هبدا كده افككها من بعضها واخليها مفروده كويس في قلب الطاجن، واديها رشه من التوابل بقى، ملح وفلفل وكمون، بس ما كترش قوي عشان كل المكونات عندي متبله كويس. اللحمه كده استوت، هبدا بقى اغطيها بميه مغليه من الكتل، بحيث بقى يبقى ده الصوص بتاع المكرونه بتاعتنا. هوسع كده الميه اللي انا حطيتها كويس، وهقلب بالمعلقه بالشكل ده كده، واسيبها بقى تغلي غلوتين كده مع بعض لحد ما الاقيها كده تقلت سنه معايا، والصلصه بانت والتسبيكه بتاعتي بانت، والتعصيجه بقت تحفه. بصوا الجمال ده، اللون اللي احنا عايزينه والقوام اللي احنا عايزينه، هي كده جاهزه وزي الفل معانا. هبدا اخدها وهقلبها بقى على طول فوق الطاجن. بصوا التوابل اللي انا حطيتها فوق الطاجن اهو. هبدا بقى كده امسك الطاسه وهقلب كل المكونات، اللحمه المفرومه وكل المكونات اللي معايا، هحطها فوق المكرونه بالشكل ده في الطاجن، وهبدا اوزعها كويس جدا بحيث تغطي الطاجن عندي. عندك حل من اتنين، يا اما تخليها على الوش بالطريقه دي وتوزعي اللحمه المتعصجه كويس على الوش، يا اما تعملي زي ما انا هعمل كده. انا حبيت ادمج كل المكونات مع بعض، ما خليهاش بس على الوش، وهبدا اجيب المعلقه بالشكل ده وهبدا اوزع فيها كويس قوي، واجيب المكرونه من فوق لتحت. بصوا انا بوريكم كميه السوائل قد ايه في المكرونه، فيها نسبه كبيره من السوائل ولسه هنغطيها كاننا بنسقيها عادي جدا. هبدا اقلب زي ما انتم شايفين من فوق لتحت كده، وادمج كل المكونات اللي عندي مع بعضها بحيث يبقى كله كده خليط مع بعضه، واللحمه واصله لكل المكونات وواصله لكل المكرونه. بعد ما وزعتها كويس هبدا بقى اجيب الكاتل ميه مغليه،
وهغطي المكرونه بالميه كاني بسقيها عادي خالص. وعلى فكره سقيه المكرونه بتكون ازيد شويه من الرز، يعني مش بس مغطيه، لا طالعه كده فوقيها زياده معلقه بالطريقه دي كده وزي الفل كده. الميه هحتاج تقريبا شويه كمان فهزودهم حبه بسيطه جدا، هزودهم وهغطي بيهم كده الطاجن. وبعد كده هجيب معلقه صغيره من الزبده او السمنه وهبدا احطها فوق الطاجن عندي علشان تعمل لي لون كده وتعمل لي وش حلو للطاجن اللي معايا. بجد يا جماعه وصفه رهيبه، حتى لو ما عملتيش جنبها كرات لحم، ما عملتيش جنبها اي حاجه، هي كده تتاكل ما شاء الله لوحدها، بتطلع جوسي وطعمها حلو جدا جدا. والتوابل بقى مع الخضره مع الخضار مع اللحمه المفرومه كلهم كده بتبقى طعم حلو قوي وميكس جامد مع بعض. كده هي جاهزه خلاص معايا. بصوا قد ايه شكلها غني وشكلها حلو جدا. هاخدها كده وادخلها على الفرن على درجه حراره 180 وهسيبها خالص لحد ما تستوي تماما وتتسقي وتتشرب كانها مكرونه عادي خالص فوق. وابدا اخرجها معانا، بتاخد تقريبا حوالي 30 دقيقه اقل اكتر حسب الفرن بتاعك. لو حابه تديها اول غلوتين كده 10 دقايق بتغطيها بورق فويل او بالغطا بتاع الطاجن وبعدين ترفعيه بعد 10 دقايق مفيش مشكله. انا سبتها زي ما هي كده وطلعت معايا زي الفل. على ما تستوي بقى هجيب معايا لحمه مفرومه بالظبط ربع كيلو بجد، وهحط عليه كده بصلايه مفرومه مخليه من الميه، اعصر منها الميه خالص عشان ما تفككش معايا. وبعد كده هجيب نص كوبايه من البقسماط المطحون، ملح وفلفل وكمون بس كده، مش هكتر توابل خالص. وهبدا كده اقلبها كويس قوي واعجنها ببعضيها لحد ما الاقيها عملت معايا، بقت العجينه او اللحمه عندي متماسكه جدا وتقدر تتشكل معايا بسهوله. بصوا الجمال، بصوا النعومه. هفضل كده ادعك فيها بايدي واقلب فيها لحد ما تبقى ناعمه بالشكل كده. انا بوريها لكم اهو، اضغط عليها مش بتفرول مني، اعملها كرات بالطريقه دي مش بتفرول مني خالص. البقسماط طبعا وان انا كمان شايله الميه اللي في البصل ده كله ساعد ان هي تتشكل معايا بسهوله. هعملها بقى كلها شكل كرات، طبعا عملناها كتير جدا مع بعض فما حبيتش اضيع فيها وقت الفيديو. هعمل كرات بالطريقه ديت، وطريقه بقى ان انا ابدرها بالدقيق اعملها بطريقه بسيطه معاكم بدل ما نقعد بقى مع واحده واحده في الطبق. هجيب اي علبه صغيره عندي واحط كده حوالي نصها دقيق، وهبدا اجيب كده كل 4 كرات معايا واقلب كده واقفل الغطا واقلب العلبه بالشكل دوت. هتتبدر كلها بالدقيق وتتغطى بالدقيق في ثواني بطريقه بسيطه من غير ما بهدل ايدي بقى وبهدل المطبخ دقيق والدنيا تبوظ معايا. بجد من اكتر الحاجات اللي بحب اعمل فيها البقسماط او الدقيق بالطريقه دي، بتبقى سهله وحلوه قوي. هخلص كل الكميه بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. حبيت اعملها معاكم مرتين علشان تبقى واضحه وسلسه معاكم. هخلص كل الكميه بنفس الطريقه. وهرجع بقى ارصهم في الطبق تاني بتاعهم، وهيبقوا جاهزين معايا ان انا بقى اقليهم في الزيت عندي وياخدوا معايا كده تغليفه حلوه في النار. طعمهم بجد بيبقى حلو جدا جدا عشان مش داخلهم اي طعم تاني، هو طعم اللحمه بيور حلو قوي. خرجت الطاجن وقليت اللحمه وكمان شكلها تحفه. عملت جنبهم كده طماطم مخلله بالملح والليمون والخل كده والتوابل تحفه. عايزه جنبهم بطاطس محمره، عايزه جنبهم شيبسي، عايزاها بس لوحدها تبقى زي العسل مش هتقول لا خالص. بصوا الجمال شكلها عامل ازاي، خدت وش ولون حلو جدا. بصوا تحفه بجد. خرجت كده بالمعلقه وهبدا احط معاكم، شايفين الجمال، اللحمه المفرومه مغطيه كده الطاجن كله من فوق وتحت، وقد ايه بجد ريحتها تحفه. اعمليها واكله اقتصاديه في الظروف اللي احنا فيها ديت، غدوه معاكي محترمه حلوه جدا وتفرح اولادك كمان، وبسيطه ما بتاخدش معاكي ثواني وتبقى جاهزه. حتى الكفته ما خدتش معايا ثواني وبقت جاهزه. بصوا الكرات ما فكتش مني ومتماسكه وزي الفل وما فيهاش اي حاجه خالص. حطيت جنبها بقى شيبسي زي ما انتم شايفين، وزي ما احنا متعودين مع بعض بنجمل الطبق ونخليه زي ما احنا عايزين في التقديم، دي حاجه ترجع لذوقك الشخصي. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واتمنى بجد تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم في الكومنتات. ولو عجبتكم فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه اكلات فريده، واعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وسيبوا لي كومنت برايكم وطلعت معاكم ناجحه وحلوه ولا لا. اتمنى ما اكونش طولت عليكم واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم فريده من قناه اكلات فريده.